خليل شمام كاليبيرو في التغطية على الدفاع، والكرة طويلة في القائم الأول، والكرة جول 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 جول. الترجي الرياضي التونسي بالتحدي منذ الدقيقة الأولى يسجل الهدف الأول. بداية تونسية نارية، والنار في ملعب النار، في ملعب رادس الترجي يحدث الفارق منذ الدقيقة الأولى. مباراة مجنونة منذ دقيقتها الأولى، مسعورة بلغة الفن النبيل، بلغة ألوان الكرة. هدف ل0 للترجي. بداية ولا في الأحلام، بداية ولا في الأحلام للكرة التونسية. الأهلي المصري منذ البداية لم يفهم معنى الرواية، معنى الحكاية. هدف ل0 للترجي منذ الدقيقة الأولى. الحكم الغالي لمتي في حوار مباشر مع لاعبين الترجي قريبة من الإنجاز. الترجي والدراجي بالتحدي. الترجي في أكبر المواعيد سيكون حديد من حديد في دور نهائي مرتقب مع تيبي مازامبي، يعني ثنائي المجموعة الأولى هو في النهائي. النقاش متواصل بين حسام عاشور والحكم الغاني لمتي. إذا نتابع مشاهدينا الكرام هذه النقاشات لا مجال منها. نريد أن تنتهي المباراة بكامل الروح الرياضية. حسام عاشور متوتر نوعا ما، الله يهديه، لكن المباراة تنتهي وتبقى في النهاية روح التآخي والروح الرياضية فوق كل اعتبار بين الكرة المصرية والتونسية. الترجي بكرة إنرامو، والحكم الغاني يطلب اللعب وترجع لمجدي التراوي، وفي هذه اللحظة يعلن لمتي الغاني. إذا ذهبنا للحالات التحكيمية، كانت هناك 3 حالات تحكيمية أو 3 حالات تحكيمية. الحالة الأولى كانت في الدقيقة 50. أعتقد هناك كان مسك والحكم أقر في ذلك، لكن أنا أعتقد بأن المخالفة حصلت داخل منطقة الجزاء. خليل الشمام يمسك بذراع جده. جده كان يقف تماما على خط منطقة الجزاء، أو كان جزء من جسمه خارج، لكنها كان يده أو عملية المسك تمت داخل منطقة الجزاء. لكن الحكم كان بعيد. أيوة. الحكم أعتقد في هذه كان قريبا، لكنه لم يستطع أن يحدد. وأعتقد هنا على الحكم المساعد أن يساعده بعملية تقييم أن المخالفة حصلت داخل منطقة الجزاء وليس خارجها. نلحظ قدم اليسرى لجده كانت على الخط، وبالتالي الجزء المتبقي من الجسم كان داخل منطقة الجزاء، وأنا أعتقد كان يمكن أن يعطي ركلة جزاء في الدقيقة 50. لكن احنا نشاهد هذا بالتصوير البطيء، الحكم ما عندوش تصوير بطيء 100%، لكنه بعيد ما عندوش تصوير بطيء، عنده كرة طويلة يقرر. لأن كانت كرة هنا طويلة. الحكم المساعد الذي يقف على خط متوازي مع خط منطقة الجزاء الموازي لخط المرمى قادر على تقديم العون في هذه الحالة، وهذا دوره، وهذا إحدى واجباته الرئيسية. الحكم لم يحتسبها، واحدة منها كما ذكرنا لمسة اليد. وعلى مستوى الإدارة والسيطرة افتقد في بعض الأحيان قدرته على ضبط المباراة، لأنه كان يتعرض ضغوط شديدة، وأثر عليه القرار الافتتاحي باحتساب هدف